في مارس من سنة 2005 كان في شخص ماشي جنب بحيرة، وابتدى ان هو يلاحظ بعض الاشياء واللي كانت غريبة جدا وكانت بتطفو على سطح البحيرة. في البداية اعتقد انها عبارة عن مانيكان واللي ممكن يكون متكسر وحد رماه في قلب البحيرة، ولكنه لما دقق لاحظ ان الاجزاء دي فيها جزء خارج بره البحيرة وبارز جدا، واللي كان عليه زي شراب وكان واضح وكأنها رجل بشرية. ولما الشخص ده حس ببعض الشك قرر ان هو يتصل بالشرطة علشان يبلغهم بالمشهد، واللي بالفعل لما جم للمكان اتأكدوا بان كل الاجزاء دي هي اجزاء بشرية ومش مجرد مانيكان ولا حاجة. ودلوقتي افراد الشرطة في محاولة ان هم يعرفوا مين الشخص ده ومين اللي عمل فيه كده. من غير ما ندخل في تفاصيل كتير، يلا بينا نغوص في اعماق الصدق. بتدور أحداث قصتنا عن سيدة في أوائل الخمسينات من عمرها واللي اسمها كاثرين مولهال. كاثرين تزوجت أكتر من مرة وكان عندها 6 أطفال، 2 منهم بس هما اللي كانوا إخوات، وكان أبوهم اسمه جون مولهال واللي بيكون زوج كاثرين في الوقت الحالي. كاثرين كانت بتحب إنها تتناول المشروبات الكحولية بصورة كبيرة جدا، حتى إنها كانت معتادة عليها يوميا وفي كل وقت، وكل اللي كان يعرفها ما كانش بيستغرب من عاداتها لأنها كانت بتنحدر من أصول أيرلندية، واللي أغلبهم معتادين على إنهم يتناولوا المشروبات بطريقة شرهة. كاثرين كانت دايما في مشاكل مع زوجها جون بسبب إنها كانت بتقول إن هو مسيء ليها. هو ما كانش مسيء للأطفال، ولكنها دايما كانت بتدعي بإن هو بيسيء ليها. ولكم أن تتخيلوا إن في طفلين بيتربوا في البيئة الغريبة اللي عايش فيها جون وزوجته كاثرين. بنات جون واللي كانوا بنتين، البنت الكبيرة واللي كان اسمها ليندا واتولدت في 1975 واللي كان عندها تاريخ حافل من تعاطي المخدرات وتناول الكحوليات من سن صغير جدا. ما كانتش شاطرة قوي في دراستها، وعلشان كده قررت انها تسيب المدرسة في سن صغير، وبسبب ان مؤهلاتها كانت ضئيلة كانت عاطلة عن العمل وما كانتش قادرة تتحصل على وظيفة، حتى ان تم اتهامها بالسرقة وعمرها 18 سنة. في الوقت ده ابوها تدخل وحل الموقف وما تمش سجنها. والبنت التانية لجون وكاثرين كان اسمها شارلوت مولهال واللي اتولدت في سنة 1983. وشارلوت كانت تقدروا تقولوا انها كانت واخدة اختها ليندا قدوة ليها، وكانت ماشية على خطواتها خطوة خطوة. نفس الادمان على الكحوليات وعلى المخدرات ونفس المشاكل، كل حاجة كانت بتعملها ليندا شارلوت كانت بتعمل زيها. شارلوت لما كان عمرها 15 سنة تم توجيه الاتهام ليها بالضرر الجنائي ومخالفات النظام العام، ولكن مرة تانية أبوها قدر إن هو يتدخل ويصلح الموقف وما تمش سجنها. نرجع مرة تانية للأم كاثرين واللي كانت زواجها هي وجون على وشك إن هو ينتهي. في الوقت ده كانت مشاكلهم كتير جدا وما كانتش بتخلص. وفي سنة 2005 كاثرين هتتعرف على شاب واللي كان اسمه فرح صويلح نور، وبطريقة غريبة جدا الاتنين هيقرروا إن هم يرتبطوا ببعض. ومش بس كده، كاثرين في الوقت ده هتقرر انها تخلي فرح يعيش معاها في بيتها هي واولادها وزوجها جون. ايوه زي ما سمعتوا كده، كاثرين بالفعل هي وجون كانوا على خلاف مع بعض وكانوا عايزين ينفصلوا، ولكنهم كانوا ما زالوا متزوجين. ولكن كاثرين قررت انها تجيب صديقها الجديد وتعيشه معاه في نفس البيت. المهم ان جون طلع راجل قماص وقال لهم لا 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 انا الجو ده ما يعجبنيش، لم هدومه وساب لهم البيت ومشي. وفضل في البيت كاثرين وفرح صديقها الجديد وبناتها الاتنين ليندا وشارلوت. ودلوقتي تعالوا نتعرف مين هو فرح صويلح نور صديق كاثرين الجديد. فرح موطنه الأصلي كان من كينيا واتولد سنة 1965، وقرر ان هو ينتقل من كينيا لأيرلندا في سنة 1996 ولما كان عمره وقتها 31 سنة. فرح لما وصل لأيرلندا كان بيدعي من انه كان من الصومال، وان هو جه لأيرلندا علشان هربان من الحرب الأهلية هناك، حتى انه ادعى ان اسرته بالكامل اتوفت بسبب الحرب الأهلية في الصومال. ولكن كل روايات فرح عن نفسه كانت عبارة عن أكاذيب. هو كان موطنه الأصلي من كينيا وملوش أي علاقة بالحرب الأهلية الصومالية. مفيش أي حد عارف هو ليه ادعى بشيء زي ده، ولكن يمكن كان ادعى بالشيء ده علشان يكسب بعض التعاطف من الناس، وخاصة في ان هو رايح في بلد جديدة ما يعرفش فيها أي حد. وعلى عكس ما هو متعارف عليه في أحداث قصصنا ان انا هقول لكم ان فرح كان شخص لطيف وكان شخص محترم وكان شخص مهذب، أبداً. فرح كان بيشهد ليه بأنه هو شخص مش لطيف أبداً، ومفيش أي حد كان حابب أنه هو يتعامل معاه.
حتى إن هو كان بيتسم بالعنف وإن هو مسيء تجاه أي شخص بيتقابل معاه. وأكتر شيء كان معروف عن فرح إن هو بيكون عنيف جدا وقت ما بيكون تحت تأثير المخدرات والكحوليات، وركزوا كويس قوي في النقطة دي. فرح كان عنده سجل حافل بالاعتداء جنسيا على القاصرات، واللي اعتدى على 3 بنات، منهم بنت كانت تحت السن واللي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، والبنت دي بكل أسف بعد اعتدائه عليها اكتشفت إنها حامل وأنجبت طفل منه، واللي كان فرح ما يعرفش عنه أي حاجة. الجدير بالذكر إن فرح برغم اعتداءاته الجنسية على البنات دي إلا إن هو ما تمش سجنه ولا تمت إدانته، ودي حاجة غريبة جدا ومستفزة ومش مفهومة بالنسبة لي أبدا. كاثرين بعد ارتباطها بفرح ابتدت تحس إن هو شخص مسيء وإن هي حاسة بتهديد على حياتها منه، ولكنها زي ما تقولوا كده إنها ما كانتش قادرة تنفصل عنه. مش معروف هل ده حبا فيه ولا خوف منه. بيذكر عن كاثرين إن في مكالمة هي تلقتها بعد ارتباطهم بفترة من واحدة من أصدقائه السابقين، واللي طلبت منها في خلال المكالمة إنها تنفصل عنه، وإنها قالت لها نصا إنها لو ما انفصلتش عنه في أسرع وقت وارد جدا إن هو ينهي حياتها. وفي يوم 20 مارس من سنة 2005 وتحديدا في صباح اليوم، في اليوم ده ليندا وتشارلوت قرروا إن هما يتقابلوا مع بعض علشان يخرجوا ويحتفلوا سوا، وكان من المفترض إن كاثرين وصديقها فرح هيتقابلوا هما كمان معاهم. اتقابلوا الأربعة في محل من محلات ماكدونالدز، تناولوا وجبة الإفطار هناك، وبعد كده اتجهوا لمحل من محلات الكحوليات علشان يشتروا منها بعض الكحوليات اللي يقدروا إن هم يتناولوها، لأن فرح كان بيتخطى كاثرين في تناول المشروبات الكحولية، وكان بيقدر إن هو يشرب إزازة كاملة لوحده. هياخدوا الزفت اللي هم اشتروه ده وبعد كده هيروحوا لرصيف المينا علشان يستمتعوا بوقتهم هناك. وفي أثناء وجودهم هناك ليندا هتاخد بعض الحبوب، واللي كانت حبوب مخدرة قوية جدا. بعد ما أخدت واحدة ادت لأختها شارلوت واحدة، وبعد كده أمهم كاثرين شافتهم هم بيعملوا المصيبة السوداء دي، وبعدين قالت لهم بنات انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا لها احنا بناخد حبوب مخدرات يا ماما. قالت لهم طب ما تدوني واحدة، وبالفعل أخدت منهم واحدة وحطتها ببقها. فرح في الوقت ده قال لهم يعني انا ابن البطه السوداء ما اديتونيش اي حاجه؟ قالوا له لا 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 لا، انت بتتحاول لما بتاخد مخدرات واحنا مش عايزين اي وجع دماغ. وفرح استمر في تناول المشروبات الكحوليه، وفضلوا ان هم قاعدين بيهزروا وبيضحكوا مع بعض وبيتبادلوا اطراف الحديث لحد ما الليل دخل عليهم. ما هم كانوا بيعملوا كل الربراب ده بالنهار. في الوقت ده قرر فرح وكاثرين وليندا وتشارلوت ان هم يروحوا يكملوا بقيه سهرتهم في بيت كاثرين، ولكنهم اثناء ما كانوا في الطريق فرح زي ما قلت لكم كان شارب وما كانش شايف قدامه، لدرجة ان هو في الطريق شاف طفل واللي كان عمره 5 سنين، شال الطفل من على الارض وابتدى يقول لكاثرين ده ابني ده ابني. فاكرين الولد اللي انا قلت لكم ان هو انجبه من البنت اللي اعتدى عليها وكانت من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ فرح في اثناء حالة السكر اللي كان فيها كان متخيل ان الطفل ده طفله، وطبعا كاثرين كانت متأكدة ان ده طفل من الشارع وان هو مش ابنه ولا حاجة، وعلشان كده كانت في غاية الغضب، نزلت الولد من ايده ودخل الاتنين في مشكلة وخناقة كبيرة مع بعض طول الطريق لحد ما وصلوا لحد البيت. في الوقت ده ليندا وشارلوت كانوا سايبينهم يتخانقوا مع بعض وما كانش فارق لهم اي حاجة وما تدخلوش فيهم، وقرروا ان هم يشغلوا اغاني ويرقصوا ويستمتعوا مع بعض وما يبوظوش على نفسهم الدماغ اللي هم عاملينها. فرح في الوقت ده كان اتعصب وتنرفز وكان غضبان جدا، وتقدروا تقولوا ان هو فصل الحفلة على كاثرين، وعلشان كده أخدت حباية من الحبوب المخدرة اللي كانت مع ليندا وحطتها في المشروب اللي كان بيتناوله فرح، وده بالرغم من معرفتها كويس جدا ان فرح لما بيتعاطى المخدرات بيكون شخص عنيف جدا ومفيش اي حد يحب انه يتواجد معاه. وبعد شوية ولما فرح الحباية اشتغلت معاه في دماغه ابتدى ان هو يسحب ليندا، واللي مفهمش ازاي ان هو كان معجب بيها برغم ان هو مرتبط بأمها، وابتدى ان هو يحاول يقعدها على رجله ويقول لها كلام فارغ ما ينفعش ابدا ان هو يقوله لها، ويتصرف معاها تصرفات غير لائقه بالمره. حتى ان ليندا في الوقت ده بتقول هي مش فاكره هو كان بيقول ايه، ولكنها متاكده من ان هو كان كلام ما يصحش ان هو يقوله لها. في الوقت ده ليندا ابتدت تبعد ايد فرح عنها وتقول له ان اللي انت بتعمله ده عيب وما يصحش، وشارلوت كانت شايفه المشهد كله وابتدت تساند اختها وتقول له ابعد ايدك عنها، انت بتقرب لها ليه؟ كاثرين هي كمان في الوقت ده كانت بتوجه السؤال لفرح وبتقول له انت بتعمل ايه؟ ولكن فرح كان في ملكوت تاني مع نفسه وقرر ان هو يتجاهلهم كلهم ويكمل اللي كان بيعمله. ولما كاثرين حاولت انها تتدخل وتمنعه من اللي بيعمله مع ليندا ابتدى ان هو يتعصب عليها وابتدى ان هو يوجه لها المسبات، وهنا كاثرين حست بالاهانه. بكل تاكيد هي عندها استعداد تقبل ان اي حاجه تتعمل مع بناتها، ولكن مفيش حد يغلط فيها ولا يشتمها.
وفي الوقت ده فرح علشان يحاول ان هو يستفز كاثرين اكتر كان بيحاول ان هو يتقرب جدا من ليندا بطريقه غير لائقه بالمره، حتى ان هو كان يكاد يكون مكتفها. وفي الوقت ده ليندا ما كانتش عارفه تبعد عنه ولا تخليه يبعد ايديه عنها. في الوقت ده شارلوت كانت شايفه المشهد كله وما كانتش عارفه تتصرف ازاي. هي كانت متاكده ان فرح مش هيتراجع ابدا عن طريق الكلام، وعلشان كده راحت للمطبخ، سحبت من هناك سكينه ورجعت ليه وقالت له لو ما بعدتش ايدك عنها ما تلومش الا نفسك. ولكن فرح في الوقت ده قرر ان هو يتجاهل الموقف تماما، وكان حاسس ان شارلوت ما بتتكلمش بجد، وده عصب شارلوت جدا. وعلشان كده راحت واتجهت في اتجاه فرح حتى انها شقت حلقه. ولكن بطريقه غريبه جدا فرح بعد شق حلقه ما كانش حياته انتهت، وابتدى ان هو يقوم من مكانه ويحاول ان هو يهاجمهم. وفي الوقت ده كاثرين وجهت الكلام لبناتها ليندا وتشارلوت وقالت لهم انهوا حياته والا هو هينهي حياتنا. في الوقت ده زي ما قلت لكم كانوا كلهم في حاله سكر. فرح كان واقف وبيترنح في مكانه، مش معروف هل الترنح ده كان بسبب حاله السكر ولا كان بسبب شق حلقه واللي كان بيخليه بينزف بغزاره. المشهد كان سريالي وفوضوي جدا وما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي. وهنا كاثرين كانت حاسه بالخوف والفزع. فرح لو استمرت حياته اكتر من كده وارد جدا ان هو ينجى من اللي حصل له، وان هو وقتها مش هيسيبها في حالها ولا هي ولا بناتها. واعتقد ان هي كانت خايفه بالاكتر على نفسها. وعلشان كاثرين كانت خايفه على نفسها بدل ما تقوم بالعمل بنفسها، قررت انها تأمر بناتها ان هم اللي يعملوا ده. في الوقت ده فرح كان ابتدى ان هو يقع على الارض وكان بيستنجد بكاثرين وكان عمال ينده باسمها. وكاثرين بدل ما تحاول انها تنقذ الموقف قررت انها تروح للمطبخ وتجيب سكينه تانية لشارلوت، لانها شافت ان السكينه الاولانيه ما كانتش قويه كفايه علشان تنهي حياه فرح. وفي نفس الوقت راحت وجابت مطرقه واللي سلمتها لبنتها ليندا في ايدها، وامرتهم هما الاتنين بان هما يهجموا على فرح وينهوا حياته. كل الاحداث دي كانت بتحصل بسرعه جدا ومش بصوره بطيئه زي ما انا بحكيها لكم. وابتدت بعد كده ليندا تتجه ناحيه فرح ومسكت المطرقه اللي امها سلمتها لها وابتدت انها تخبطه بيها على راسه اكتر من مره. وفي الوقت ده شارلوت هي كمان اتجهت لفرح وابتدت انها تطعنه بالسكينه. في الوقت ده البنات كانوا بيقولوا ان هم مش فاكرين اي حاجه وان ذاكرتهم كانت ضبابيه بسبب حاله السكر اللي كانوا فيها. ولكن تقرير الطب الشرعي لفرح اثبت بان هو تعرض ل 27 طعنه، ده غير ان هو كان عنده عدد لا محدود من الردود والكدمات في منطقه الراس. حد دلوقتي هيسالني وفين كاثرين من كل ده؟ هقول لكم ان هي في اثناء ما كانت ليندا وتشارلوت بينهوا حياه فرح هي كانت قاعده على الكنبه باصه في العدم وكانت قاعده مستنياهم يخلصوا. طبعا بعد ما كل الاحداث دي خلصت وليندا وتشارلوت انهوا حياه فرح حسوا بالرعب والفزع وبحجم الكارثه اللي هم تسببوا فيها. في الوقت ده كاثرين زعقت فيهم وقالت لهم انتوا خايفين من ايه؟ مفيش اي حاجه، احنا هنتعامل مع الموقف، خدوه انتوا الاتنين على الحمام وابتدوا ان انتوا تتعاملوا معاه. كل ده وكاثرين كانت برضو قاعده في مكانها وبتتابع المشهد. البنتين بالفعل سحبوا فرح لحد الحمام وكانوا مش عارفين يعملوا ايه علشان يتخلصوا منه، ولقوا ان مفيش غير حل وحيد ان هم يفصلوا اجزاء جسده عن بعضها. في الوقت اللي هم راحوا فيه للحمام قررت كاثرين انها تتحرك من مكانها وما تفضلش قاعده على الكنبه كده، وراحت قعدت في المطبخ. حد يا جماعه يسلمها جزة الام المثاليه. زي ما قلت لكم ان القرار بفصل اعضائه عن بعضها كان قرار عشوائي كده وتم مره واحده، فما كانش فيه ادوات تقدر انها تخليهم يعملوا ده بطريقه يعني احترافيه نوعا ما، وعلشان كده الوضع كان مأساوي وفوضوي وكانوا بيقطعوا اي حاجه تيجي في طريقهم. المهم ان الوضع الفوضوي ده استمر لفتره وقدر البنات ان هم يفصلوا اجزاء فرح على 8 اجزاء، وطبعا مش قادره اوصف لكم الدم كان مغرق كل مكان حرفيا ازاي. المهم ان هم بعد ما انتهوا من كل ده قرروا ان هم ياخدوا كل الاجزاء دي ويحطوها في حقائب رياضيه، وبعد كده بداوا ان هم ينظفوا المكان. وفي الوقت ده ليندا كانت خايفه ومرعوبه زي ما قلت لكم، وقررت انها تروح وتتصل بابوها وتحكي له عن كل المشهد والموضوع حصل ازاي. في البدايه ابوها طبعا ما كانش مصدق ولا كلمه من اللي هي بتقولها، وكان معتبر انها بتهزر او انها مش في وعيها وبتقول اي كلام. وعلشان كده قرر جون ابوهم ان هو يتجه لبيت امهم علشان يشوف ايه اللي بيحصل، لان هو كان عارف ومتاكد ان هم مستحيل يعملوا حاجه زي كده، فكان عايز يروح ويشوف ايه اللي بيحصل هناك. ولما وصل جون لهناك لقى ان المكان كان نظيف جدا وكل حاجه في مكانها. وهنا الراجل تنفس الصعداء وحس ان بناته كانوا بيهزروا معاه هزار سخيف،
ولكن في الوقت ده ليندا هتاخده وهتوري له الحقائب الرياضية اللي فيها أجزاء جسد فرح. وأبوهم لما شاف المنظر ده قال لهم معلش سوري، مش عشان انتوا بناتي بقالكم كام سنة ان انا اودي نفسي في داهية، العمر مش بعزقة، القصة دي كلها بره عني. وخد بعضه طيران على بيته وقال لهم انا ماليش دعوة باللي انتوا عملتوه. ليندا وتشارلوت بيقولوا ان الوقت اللي استغرقوه في فصل اجزاء فرح عن بعضها كانوا حوالي 5 ساعات. المهم ان بعد كده كانت مهمتهم ان هم يتخلصوا من الجسد، وبكل تأكيد هم مش هيقدروا يعملوا كل ده بالنهار. وفي يوم 21 مارس من سنة 2005 وتحديدا أثناء الليل قرروا ان هم ياخدوا الحقائب الرياضية دي ويوزعوا أجزاء جسد فرح في كل مكان. كاثرين وشارلوت وليندا خرجوا هم الثلاثة وكانوا مش عارفين يتجهوا لفين بالظبط. وهنا كاثرين اقترحت عليهم ان هم يروحوا ويرموا أجزاء جسد فرح في القناة المحلية. قرروا ان هم يروحوا لهناك يتأكدوا من ان مفيش اي حد حواليهم ولا اي حد شايفهم، يفتحوا الحقائب دي ويرموا كل حاجة ويا دار ما دخلك شر. ولكن كاثرين علشان بتستخدم ذكائها قررت ان هم مش لازم يرموا كل الاجزاء في مكان واحد، علشان في حال ان تم العثور عليها ما يتمش ربطهم ببعض، وان هم يروحوا لاكتر من مكان في القناة ويحطوا فيها جزئين مثلا او 3 على اكتر تقدير. وفي الوقت ده قرروا ان هم يحتفظوا بالرأس وما يحطوهاش في القناة المحلية، وان هم يروحوا يحطوها في اي مكان تاني مختلف. راس فرح كانت في حقيبة من الحقائب الرياضية واللي كانوا شايلينها على ظهرهم. وفي الوقت ده راحوا لمكان واللي كان مدينة قريبة من المكان اللي كانوا عايشين فيه، وكاميرات المراقبة أظهرتهم وهم بيتمشوا في المنطقة والحقيبة كانت على ظهرهم. كانوا بيتجولوا في المكان وبيركبوا المواصلات العامة، وفي راس بني آدم في حقيبة على ظهر واحدة منهم، وكأن الموضوع مش في دماغهم أو إن هم مش دارسين أبعاد الموقف. المهم هم بيفكروا إزاي يتخلصوا من راس فرح. حسوا إن هم جعانين، أصل يعني مش هيقعدوا يخططوا ويفكروا كده على معدة فاضية. راحوا اتجهوا للسوبر ماركت وكل ده ظهر في كاميرات المراقبة، واشتروا من هناك حبة حاجات يقرقشوا فيها وهم بيفكروا يتخلصوا من راسه إزاي. المهم ان هم اخدوا الحاجات اللي كانت معاهم وراحوا علشان ياكلوا في حديقة عامة واللي كان اسمها شون والش التذكارية. وهناك لقوا انه مكان مثالي علشان يتخلصوا من الرأس، ولقوا ان هم افضل مكان يحطوا فيه راس فرح تحت كرسي من الكراسي العامة اللي موجودة في الحديقة. الوقت اللي كانوا بيعملوا فيه كده كان وقت نهار، والحديقة كان بيتردد عليها ناس، والغريب ان مفيش اي حد سألهم انتوا بتهببوا ايه. حفروا حفرة تحت كرسي من الكراسي، حطوا الرأس وقفلوا عليها، وبعد كده مشيوا من المكان. في الوقت ده ليندا وتشارلوت وكاثرين ابتدوا يحسوا بالخوف والفزع من ان الاجزاء دي حد يشوفها في القناة المحلية، فراحوا للمكان مرة تانية علشان يتأكدوا ان مفيش اي حد شايفها. ولكن تقدروا تقولوا ان اجزاء جسد فرح كانت بتنجرف في المية، والمكان اللي هم ألقوها فيه ما كانتش موجودة فيه على الإطلاق، ولكنها ابتدت تطفو على السطح في مناطق تانية من القناة. حتى ان المرة كانوا شايفينها وكانوا مش متأكدين في الوقت ده، وكانوا بيعتقدوا ان الاجزاء دي عبارة عن مانيكان مكسر واي حد رماه في القناة المحلية. ولكن بعد 10 ايام من انهاء حياة فرح ابتدى شخص من المارين بالقرب من القناة المحلية شاف فيها رجل واللي كانت طالعة تماما بره المكان واللي كان فيها شراب، وابتدى ان هو يشتبه فيها وحس ان الموضوع فيه وراه سر، وعلشان كده اتصل بالشرطة علشان ييجوا للمكان ويفحصوا الوضع ويشوفوا ايه اللي بيحصل. وبالفعل افراد الشرطة لما وصلوا للمكان اتأكدوا ان ده مش مانيكان ولا حاجة، وانها عبارة عن رجل بشرية. وابتدى افراد الشرطة ان هم يبحثوا في المكان كله، وقدروا ان هم يتحصلوا على اجزاء الجسد بالكامل باستثناء الرأس. وقت اعلان الشرطة على انهم عثروا على جسد بشري واللي كان منفصل عن بعضه في القناة المحلية كان حدث كبير جدا، وكان الاعلام مهتم بيه اهتمام غير عادي، حتى انهم كانوا بيحاولوا ان هم يصوروا المكان في اثناء انتشال الاجزاء دي من القناة المحلية. وفي الوقت ده في مشهد واللي بيظهر فيه تشارلوت وليندا وهم واقفين فوق الجسر اللي موجود فوق القناة المحلية، واللي كانوا بيتابعوا المشهد وبيشوفوا ايه اللي بيحصل عن الجريمة اللي هم ارتكبوها. في الوقت ده افراد الشرطة ما كانوش قادرين يتوصلوا لهوية الشخص ده ولا هو مين، وعلشان كده ابتدوا يعرضوا علامات معينة من جسده علشان يقدر اي حد ان هو يتعرف عليها، وكمان ملابسه كانت موجودة عليه. وابتدى افراد الشرطة ان هم ينشروا كل الكلام ده في الصحف والجرايد والتلفزيون على امل ان اي حد يمدهم باي معلومة. في الوقت ده ليندا كانت بتشوف الاخبار وحاسة بالرعب والفزع، وحاسة ان هم ممكن يقدروا يوصلوا لهم، وعلشان كده قررت انها ترجع مرة تانية للحديقة وانها تحفر الحفرة اللي دفنوا فيها راس فرح، وطلعتها من هناك
وابتدت انها في البداية تتكلم معاه وتعتذر له وتقول له انها ما كانتش تقصد ان الامور توصل لحد هنا، وانها كانت مجبرة على كل ده، وان امها اللي اجبرتها انها تعمل ده. وبعد كده قرت صلاة على الراس، وبعد كده ابتدت انها تكسرها. المهم ان ليندا علشان تتأكد ان محدش هيلاقي راس فرح مرة تانية قررت انها تاخد الاجزاء اللي كسرتها وتحاول انها توزعها في اكتر من مكان، وبالفعل راس فرح ما تمش العثور عليها ابدا. وبعد 6 أسابيع من عثور افراد الشرطة على الاجزاء البشرية في القناة المحلية، واحد من اصدقاء فرح شاف في الاخبار التيشيرت اللي هو كان لابسه في وقت انهاء حياته، واللي كان موجود على جذعه زي ما هو. صديق فرح اتعرف على التيشيرت ده وكان متأكد ان ده التيشيرت الخاص بفرح صديقه. صديق فرح في البداية قرر ان هو يتصل بيه ويحاول انه يتواصل معاه علشان يفهم منه ايه اللي بيحصل، ولكن لما ما قدرش يوصل له قرر ان هو يروح ويبلغ الشرطة. وافراد الشرطة راحوا لكاثرين وبناتها وابتدوا يسألوهم عن مدى معرفتهم بمكان فرح، والثلاثة انكروا تماما معرفتهم بأي حاجة وقالوا انه ما عندهمش فكرة، وعلشان كده الشرطة قررت انها تلقي بالقبض عليهم هم الثلاثة. وبعد التحقيق معاهم وبانهم هم الثلاثه كانوا بينكروا اي علاقه ليهم بالموضوع، ولان الشرطه ما كانش معاهم اي دليل مادي قوي ضدهم، قرروا ان هم لازم يطلقوا سراحهم في الوقت ده. ولكن بعد 2 أسبوع من اطلاق سراحهم، ليندا كان الذنب بياكلها حرفيا وما كانتش قادره ابدا انها تعيش بيه، وعلشان كده راحت لمركز الشرطه واعترفت لهم بكل حاجه. ولما راح افراد الشرطه علشان يفحصوا الشقه اللي كانوا عايشين فيها واللي كانت مسرح الجريمه، اكتشفوا ان اثار الدماء والحمض النووي لفرح كانت موجوده في كل ركن في البيت. وفي الوقت ده قرر افراد الشرطه ان هم يقبضوا على تشارلوت وعلى كاثرين. بالفعل قدروا ان هم يقبضوا على تشارلوت، ولكن كاثرين لما راحوا عشان يقبضوا عليها لقوها كانت هربت من المكان وما كانش ليها اي اثر، وكانها كانت عارفه ان ليندا هتروح وهتعترف عليهم. وطبعا الاعلام كانت فرصته في ان هو يهتم بقضيه زي دي، لان كل الناس كانت مهتمه بيها، حتى انهم اطلقوا على البنتين اسم اخوات المقص، وده لانهم فصلوا اجزاء فرح عن بعضها واعتبروا ان الاتنين كانوا شركاء في الموضوع وكانهم كانوا زي سلاح المقص. في الوقت ده ليندا وتشارلوت كان موجه ليهم الاتهام بالقتل العمد من الدرجه الاولى، ولكن الاتنين اقروا بانهم غير مذنبين، كانوا مقرين بالفعل بان هم ارتكبوا الجريمه وان هم اللي انهوا حياه فرح وفصلوا اجزاء جسده عن بعضها، ولكنهم عملوا كل ده بهدف الدفاع عن النفس. وشرحوا في قاعه المحكمه ان هو بالفعل كان بيحاول ان هو يتعدى على ليندا، حتى ان هو كان بيحاول انه يعتدي عليها، وان كل اللي هم عملوه كانت محاوله منهم لحمايه ليندا من شره. ولكن شارلوت تم إدانتها بالقتل من الدرجة الأولى وتم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة، وده على العكس من ليندا اللي قدر المحامي بتاعها إن هو يقنع هيئة المحكمة بإن هي كانت بتدافع عن نفسها، وتم توجيه الاتهام ليها بالقتل من الدرجة الثانية وتم الحكم عليها ب15 سنة سجن. ولو حد فيكم سألني ليه ليندا ما أخدتش نفس الحكم اللي أخدته تشارلوت، لأن ليندا قدرت تقنع هيئة المحلفين بإنها كانت بتدافع عن نفسها لأنها الشخص اللي كان واقع عليه الاعتداء من فرح. أما عن شارلوت فهي بالفعل كانت بتدافع عن أختها وكل حاجة، ولكنها تصرفاتها بعد كده بفصل الأجزاء وتخلصها من الجسد ما قدرتش تقنع هيئة المحكمة بأنها كانت بتدافع عن نفسها. وفي فبراير من سنة 2008 وبعد 2.5 سنين من الحكم على تشارلوت وليندا، قدرت السلطات إنها تحدد المكان اللي موجودة فيه كاثرين، واللي كانت هربت لإنجلترا وابتدت إنها تغير في شكلها وملامحها، حتى إنها صبغت شعرها باللون الأشقر وعاشت حياتها هناك وكأنها ما عملتش أي حاجة. كاثرين تم اعتقالها ورجعت مرة تانية لأيرلندا، وكانت بتواجه تهم متعددة زي إنها ادت معلومات خاطئة عن مكان وجود فرح وإنكارها تماما بأي علاقة بالجريمة وتسترها على جريمة القتل اللي ارتكبها تشارلوت وليندا، حتى إنها الشخص اللي نظف مسرح الجريمة. وعلشان كده تم إدانتها، ولكن بطريقة مستفزة جدا تم الحكم عليها ب5 سنوات سجن فقط. بعد كل اللي هي تسببت فيه ده اتحكم عليها فقط ب5 سنوات. شارلوت بسبب سلوكها المشاغب في السجن تم إضافة مدة إضافية على فترة سجنها، حتى إن بيذكر إنها في الوقت الحالي بتكره أختها ليندا جدا، ومبررها لكرهها لأختها إنها حصلت على عقوبة أكبر من أختها، في حين إن هي ارتكبت الجريمة دي بدافع الدفاع عنها. وعلى الجانب الآخر ليندا هي كمان ما بتحبش أمها وبتكرهها جدا لأنها كانت السبب في تورطها في كل اللي حصل ده. وكمان كاثرين بتكره ليندا جدا لأن هي الشخص اللي راح واعترف للشرطة، وإنها لو ما كانتش عملت كده ما كانش حد هيقدر يورطهم. باختصار العيلة ما بقاش فيهم حد طايق التاني،
والجدير بالذكر ان ابوهم جون هو كمان قرر ان هو ينهي حياته في حديقة من الحدائق العامة، وده بعد اعتراف ليندا على نفسها بان هي اللي ارتكبت الجريمة هي واختها شارلوت، وانهوا فيها حياة فرح نور. في القصة دي أنا في اعتقادي إن كاثرين تلاعبت ببناتها الاتنين علشان تقدر إنها تتخلص من فرح، لأنها كانت عارفة ومتأكدة زي ما قالت إن صديقة من أصدقائه السابقين اللي قالت لها إنها لو ما بعدتش عنه إن هو يقتلها إنها كانت تورطت معاه ومش هتقدر إنها تبعد عنه أبدا، وعلشان هي خايفة منه وعايزة تتقي شره قررت إنها تتخلص منه، وعلشان ما توسخش إيديها وما تعملش أي حاجة بنفسها قررت إنها تستخدم بناتها الاتنين وتضحي بيهم علشان هي تعيش. علاقة كاثرين وفرح من أساسها كانت غلط، وكان طبيعي جدا ومنطقي إن النهاية هي كمان تكون غلط. يمكن يكون ليندا وتشارلوت ملهمش أي ذنب في اللي حصل، ولكن وجودهم وسكوتهم على علاقة أمهم بالشخص الغريب واللي كان تصرفاته كلها مريبة وغريبة، حتى إنها دخلته للبيت وأبوهم عايش معاها جوه البيت، وإن هي كانت مازالت متزوجة منه، بكل تأكيد كان لازم هم كمان يشيلوا ذنب الموضوع ده. في النهاية كلهم دفعوا الثمن بتفاوت، ولكن أكتر شخص واللي كان لازم يعاقب على كل أفعاله تقدروا تقولوا إن هو هرب بفعلته. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكركم جدا على المشاهدة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات هل بتعتقدوا إن كاثرين هي الشخص اللي كان حاطط الخطة علشان يتخلص من فرح، وإن هي استخدمت بناتها علشان ينفذوا ده؟ في تفصيلة كانت مهمة جدا واللي احنا ذكرناها في أحداث القصة، إن هي عارفة كويس قوي إن هو بيكون عنيف لما بيتناول المخدرات. ايه اللي خلاها تاخد حباية وتحطها له في مشروبه إلا إذا كانت هي عايزة إن هو يتحول للعنف علشان تبرر لنفسها فعلتها وتأمر بناتها بإن هم ينهوا حياته؟ هل بتفتكروا إن كل اللي حصل كان مخطط ليه من كاثرين، ولا إن هو كان وليد اللحظة وما كانش فيه أي خطة مسبقة؟ ولو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم حد وخميس وقصة جديدة. سلام.